السلام عليكم خياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه قديمه بالبزاف، يعني من الجدات الجدات الجدات، يعني قديمه والبنه تاعها واش نحكي لكم. جيت اليوم نفكركم فيها بالك نسيتوها. يعني راكم عارفين بنتها ما شاء الله، كامل احنا الجزائريين نحبوها باسكو تربينا عليها. يعني قد ما نتطوروا ونتفنوا في هذه الاطباق دائما يردنا الحنين للور باش نتفكروا هذوك الاطباق البنان اللي كانت امهاتنا وجداتنا يديروهم لنا. واش نحتاجوا في هذه الوصفه؟ كما شفتي البطاطا، الطرشي، الفلفل الحلو والطوماطيش والثوم. هنا راني قطعت البطاطا، وشنو الفيديو عن بالي كان يسجل الكاميرا نحسبها كانت تسجل، هي ما سجلتش، يعني كنت قطعتهم. يعني قطعت البطاطا، درت لها فلفل كحل، راس الحانوت، شويه بابريكا، الملح، الزيت، ودرت هذوك السنينات نتاع الثوم، وهذيك الطوماطيش سكرفشتها كما كتشوفي. وهنا يعني حطيت شويه درسه، يعني شويه حرور، اللي يحبها حاره شويه، انا درتها شويه حاره ماشي حاجه باش ياكلوها ولادي. دوك نحطوها فوق النار ونخلوها تبدا تتقلى على خاطرها. قلوها مليح على نار قليله. راكم عارفين الطين الماكله تاعو تجي بنينه بالبزاف وتجي مجمره. خلوها هكا يتقلى واحد زوج دقائق ولا تقلى غير في ليدام هذاك تاعها ولي زيبيس باش تمد لكم البنه. يعني كم عارفين البطاطا هذه بالخف الطيب، خلوها تشرب هذيك لي زيبيس اللي درناهم باش تجيكم بنينه. صح قاع يعني الاطباق كامل الصح قاع في التقليه هذه الاولى هي اللي تمد البنه لاي حاجه. كاين بزاف اللي يحبوا يديروها بارد في بارد، مي انا ننصحكم كي ديروا شطيطها بطاطا وحدها غير بالدرسه ولا الثوم ولا بالبصل ولا ديروها هكا، قلوها في الاول باش تجيكم بنينه. دوكا مرقي قيس ما تغطي برك البطاطا نتاعك وخليها الطيب على خاطرها حتى تشوفيها بدات تتجمر. يعني مع هذو الايامات راهي سخانه، هذا واش يوالمك. ما تظالي ما تكثر عليك الوقف في الكوزينه، ما تقولي سخانه ما تقولي عييت. هذه بالخف توجديها 5 يعني ليه توجديها وانت تعشيتي ولا فطرتي مع وليداتك. خلوها دوكا طيب ونروحوا للطرشين تاعنا. الفلفل الحلو تاعنا انا يعني شويته، تحبي ديريه داخل الفرن تشويه داخل الفرن، تحبي تشويه في الطابونه، انا شويته في الطابونه وحطيته داخل ساشي. هاوليك انا دائما كي نشويه نديرو داخل ساشي باش كي شغل هذاك البخار تاعو يواسي مع البلاستيك مع النيلون يولي طري، وهذيك القشره الكحله نقدر نحيها في خاطري. شوفوا تتنحى بكل سهوله. هاي ليك قشريه مليح نقيه. يعني كما قلت لكم هذه الوصفه اسهل منها ما كاش، والبنه واش نحكي لكم بزاف بنينه. خبيش عليكم انايا قد ما نديرها بنينه مش كيما يما، ربي يحفظها لي ان شاء الله ويحفظ جميع الامهات. يعني ما خبيش عليكم مانيش عارفه علاش كي كبرت هكا ولات يما مانيش عارفه تحط لي بصل وطوماطيش، دير لهم شويه زيت شويه ملح، كليهم يجوني عزاز ويجوني بنان ما على باليش. والله العظيم يعني علاش الماكله تاع الوالدين بنينه بنينه، احنا قد ما نتفنوا ونديروا وهذا تحمار وهذا منا وتجري وعندك بالك، بصح دائما ماكله الام تجي بسيطه بصح بنتها وحدها سبحان الله. مانيش عارفه اسكو الحنين يردنا للور نحسوا روحنا طفول في الطفوله تاعنا ولا ما على باليش. يعني صراحه مانيش عارفه لا نتوما كيما انا ولا غير انني نحس هكا. انا جاب لي ربي كامل هكاك تحسوا. يعني الام كاش كيما شو تحسيها طيبها بحنان مش عارفه انايا علاه تجيها بنينه كيما وليداتنا دوكا نهار اللي نطيبوا لهم يفرحوا بالحاجه. يعني تحسي باللي يحسوا هما بلاكي مهتمه بهم، ديري لهم واش يحبوا، دير لهم حاجه بنينه يعني يفرحوا. كيما احنا مالينا والله كانوا ما يخلوناش مالغري كانت بكري قلت الشيء، مي كانوا ما يخلوناش كل حاجه ماذا بهم يحطوها لنا بابسط شيء بابسط شيء. هاي ديك شوفوا انني كملت الطرشي تاعي، شتوني كيفاش قطعته هكا غير بصبعتيه هاك شغل شرائح طوال. والبطاطا تاعي هاي وجدت، هاي ليك هاي طابت، هاي بدات تتجمر، غير تشوفوها بدات تنشف، طابت وبدات تنشف بالبطاطا تاعكم من المرقه. انا نحب هذا الوصفه نحب فيها شويه مرقه، حنا الجزائريين نموتوا على التغماس. يعني نحب المرقه في الجوازات. نحطوا هذاك الطرشي تاعنا كيما كتشوفي، حطيه وخليه واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق يزيد يشرب شويه هذيك لاصوص باش يمد لك البنه، وطفي عليه واستمتعي بالبنه. يعني ما شاء الله تجي هايله. هذه الوصفه قديمه انا جيت نفكركم فيها
راني عارفة بلي تبغوها، راني عارفة أي حاجة تاع زمان ما كاش واحد ما يحبهاش، كامل نحبو صوالح بكري، يعني ما شاء الله كانوا بكري يطيبوا بحاجة بسيطة بصح الماكلة يعني تجيب بنينة ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وديروها، يعني واللي مازالوا يديروها نستعرف بهم كيما حنا نقولوا. يعني انايا ما نخبيش عليكم، انا في داري علمت ولادي ملي كانوا صغار ياكلوا كلش، ياكلوا كلش، بعد كي يكبروا يحبوا يولوا يتبدلوا في طبايعهم، من الصغر ياكلوا لي كلش الحمد لله على كل حال. هاي ليك شوفوا الله يبارك كيفاش راهي ما شاء الله. والبنه واش نحكي لكم، راهي بالطبع والشان، وجات شويه كمسكه بالحروريه توب. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ومع السلامه خياتي في امان الله.